السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي قناة بيتك أجمل مع مروة. قبل ما أبدأ معاكم الفيديو متنسوش الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الفيديو بتاع النهاردة يا بنات هنعمل مع بعض كده بسكوت كده، طريقته سهلة وبسيطة ومكوناته موجودة عندنا في كل بيت. البسكوت دوت يا بنات هنعمله كده وهنحشيه سكر وقرفة مع بعضهم. بس هنشوف المكونات بتاعة البسكوت الأول وبعدين هندور بعد كده نشوف الحشوة بتاعتنا. معايا هنا كده كيلو من الدقيق، بس مش هاخده كله، هاخد منه حوالي كده كيلو الا ربع. تمام. معايا كوبايه ونص من اللبن، والكوبايه ونص لازم يكون اللبن بتاعك يكون دافي. لو حابه تضيفي كوبايه واحده بس من اللبن والنص تاني ميه براحتك يعني. معايا كمان نص كوبايه من السمنه، والسمنه اللي بتاعتنا لازم تكون ايه، تكوني فكاها، يعني ما تسخنهاش، لا هي تفك بس على النار. معايا بيضه، معايا 2 كيس فانيليا، معايا معلقتين كبار من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، رشة من الملح، كمان معايا معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هنجيب الطبق بتاعنا اللي احنا هنعجن فيه وهنبدأ ننزل كده باللبن والخميرة. نزلت كده يا بنات بكوباية ونص من اللبن، ونزلت كمان عليهم بالسكر والخميرة ورشة الملح وكمان البيكنج باودر. هندوب كل الكلام ده مع بعضيه وبعدين هننزل بباقي المكونات اللي معانا. طبعًا لو وصلتِ معايا لحد هنا يا ريت ما تنسيش تحطي لي كده لايك وكومنت حلو منِّك كده تشجعوني بيه، وكمان لو أول مرة تشوفي قناتي يا ريت تضغطي على كلمة اشتراك اللي تحت الفيديو، وطبعًا تفعلي كده الجرس عشان خاطر كل ما انزل فيديو كده يوصل لكم إشعار وشوفوا كده الفيديوهات بتاعتي على طول. أتمنى منكم بس أهم حاجة تحطوا لي لايك للفيديو. هنا كده يا بنات طبعًا بعد ما نزلت كده بالخميرة واللبن باحاول إن أنا أدوب الخميرة كويس عشان يعني تكون دايبة معايا وما تكونش فيها، متبقاش مكلكعة يعني كده معايا في العجينة. كمان اللبن لازم يكون دافي معاك عشان يشغل معاك الخميرة، يخلي الخميرة بتاعتك تشتغل أسرع. بعد ما دوبت كده الخميرة والسكر في اللبن، نزلت كمان بنص كوباية من السمنة. بندوب السمنة مع اللبن والخميرة، بعدين هننزل بالبيضة والفانيليا اللي معانا. شايفين هي طريقته سهلة خالص وبسيطة. طبعا ضفنا بيض يبقى لازم هنضيف إيه، كيس او كيسين فانيليا. بس بما ان كيس الفانيليا اساسا ما فيهوش كتير، يعني بيكونوا حبة صغيرين خالص، فانا حطيت كيسين عشان ما يكونش فيه ريحة اي زفارة خالص في البسكوت بتاعنا. ادي كده يا بنات بعد ما دوبت كده البيض والسمنه واللبن والخميره مع بعضهم، خلطتهم كلهم كويس مع بعضهم. بعدين بدات ان انا انزل كده بالدقيق اللي معايا. طبعا مش هنزل بالكميه كلها مره واحده، هنزل كده حبه بحبه كده لحد ما اوصل لقوام العجينه اللي انا عايزاه. بصوا انا هشيل بس المعلقه ديت خالص وهبدا ان انا اعجن بايدي. هو والله ما بياخدش وقت خالص ولا بياخد عجن، يعني هو طريقته بسيطه ومكوناته بسيطه وسهل كده، يعني اي حد هيعرف يعمله. يعني ولا بياخد وقت في العجن ولا بياخد وقت كمان في الفرد، يعني بصوا كيلو الا ربع يعني مش هياخد معاكي وقت خالص، وهو طريقة البسكوت سهلة اصلا. هنا كانت العجينة بتاعتي لسه محتاجة حبة دقيق تاني يعني. بس انا هشيل المعلقة دي خالص وهبدأ ان انا اعجن بايدي عشان انا بحب برتاح اكتر لما اكون لامسه الحاجه بايدي، يعني بحس ان الحاجه كده ايه سهله معايا يعني وبكون مرتاحه، بعرف قوام العجينه بتاعتي اللي انا عايزاه. بصوا يا بنات كده عجنت كده البسكوت بتاعنا. بصوا ادي العجينه بتاعته طريه، الملمس بتاعها طري وناعم وفي نفس الوقت مفيهاش التلزيقه. شايفين الطبق بتاعنا طالع كده نضيف خالص، يعني معناه ان العجينه اخدت حجها كده في اثناء العجن. بس هبدأ كده ان انا اسويها وهبدأ ان انا اغطيها وهسيبها كده لحد ما تخمر. بما ان الجو برد والعجين بياخد وقت طبعا عقبال ما بيختمر معانا، فانا عملت ايه، سخنت الفرن بتاعي دفيته، ولعت الفرن خليته دفي وبعدين فصلته وبعدين لفيت كده الطبق بتاعه ورحت حاطاه كده في الفرن. بس طبعا كنت فصلت النار يعني عشان العجينه بتاعتي الخميره تشتغل اسرع كده والعجينه ايه تقوم بسرعه. بوريكم هنا كده شكل العجينه بتاعتي وبعدين هوريها لكم لما تختمر معايا.
ادي كده يا بنات العجينه بتاعتي اختمرت. بعد ما اختمرت يعني اخدت حوالي، بصوا هي اخدت اكتر من ساعه بصراحه يعني. طبعا هنا كده ديت الحشوه اللي معايا. الحشوه اللي معايا سكر سكر عادي، السكر الابيض بتاعنا، وضفت عليه معلقتين كبار من القرفه. يعني طبعا حابه تحط قرفه براحتك، مش حابه ممكن تحشيه بالسكر وتستغنى خالص عن القرفه، بس بصراحه بتخلي طعمه حلو ويكون طعمه كده مميز عن اي بسكوت تاني بتعمليه. بس فطبعا خلطت كده السكر مع القرفة كده كويس مع بعضيهم، حطيتهم كده في علبة جنبي. وهبدأ جبت كده العجينة بتاعتي الكيلو الا ربع. بعد ما اختمر قسمته على جزئين، يعني كورتين من العجين، من العجين اللي معايا، بس كورتين كبار. خدت اول كده كورة منهم فردتها، وبعد ما فردتها كده فردتها بالنشابة يعني عشان تسهل معايا ويكون اسرع معايا تكون سهلة معايا في الفرد. هنا كده بعد ما فردتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، جبت كده الحشوه اللي معايا اللي هي السكر على الجرفه وكده، وبدات ان انا اخد السكر كده واضيفه كده على العجينه بتاعتي. بضيف نص العجينه او نص الفطيره اللي انا عاملاها، وباخد الجزء التاني اللي ما فيهوش سكر بروح جافله بيه على الجزء اللي انا حاطه سكر وجرفه. بص هنعمل الحركة ديت 3 مرات عشان خاطر البسكوت بتاعنا يبقى فيه توريجة كده ويكون حلو معانا. خلاص كده قفلت عليه كويس كده. هبدأ ان انا افرد تاني واحط برضه حشو السكر وهقفل، وهكذا يعني هعمل الحركة دي 3 مرات، وكل مرة بضيف فيها سكر وبضيف فيها الحشوة اللي معايا اللي هي سكر وقرفة. دي كده كانت تاني مرة. بصوا هي الفطيرة بتاعتي او العجينة بتاعتي مش طالعة مربعة كده مظبوطة، بس احنا هنظبطها في الاخر. بس المهم ان احنا نفردها كويس و... ولما نقفل على الحشوة بتاعتنا نقفل عليها كويس عشان لما تدخل الفرن السكر بتاعك ما يسيحش منك في الصينية ويحرج البسكوت بتاعك ويكون البسكوت بتاعك مش حلو. بصوا هنقفل كده كويس، وهبدأ ان انا افرد واحط الحشوة لتالت مرة، وبعدين هيبقى كده خلاص هبدأ ان انا اقطعها معاكم كده يا بنات. كده تالت مرة احط الحشوة وخلاص. يعني هي تالت مرة وخلاص، على كده مش هعمل خلاص هقفل عليه وهبدأ ان انا افردها وبعدين اقطعها. طبعا في الوقت ده اول ما بدأت ان انا اقطع في البسكوت بتاعي كنت شغلت الفرن بتاعه. شغلت الفرن وسبته عشان يسخن، عشان يكون اول ما اخلص البسكوت واقطعه واضيف له كده شويه سكر كده من على الوش، هبدا ان انا اسويه على طول. يعني مش هسيبه. الصينيه اللي هتتعمل اللي انا هقطعها هدخلها الفرن على طول. طبعا الفرن شغلته عشان يكون جاهز معايا ان انا اسويه على طول. هنا كده طبعا فردتها بعد ما طبعا مع حشيتها 3 مرات. فردتها كده بشكل كده مربع حلو كده، وسويتها عشان تطلع قطعة البسكوت بتاعتي اللي انا عاملاها تكون شكلها متساوي كده ويكون شكلها حلو معايا. طبعا التقطيع ده براحتك، يعني شوفي نفسك، يعني حابة تقطعيه كده مثلثات زي ما انا بعمل، حابة تقطعيه كده صوابع مربعات. بص يعني شكلي براحتك زي ما انت حابة، كله هيكون حلو. المهم النتيجة في الآخر يكون البسكوت بتاعك يكون مورق كده، ويكون الحشوة اللي فيه تكون طعمها حلو يعني البسكوت ده بصراحة مميز، يعني بيكون طعمه مميز كده وحلو. خلاص قطعت كده يا بنات الكمية اللي معايا، وجبت كده الصواني اللي انا هسوي فيها، حطيت فيها كده البسكوت بتاعه. وبعدين ببدأ ان انا اخد شوية من السكر واضيف السكر اللي انا حشيت بيه، اخد كده شوية واحطهم كده على الوش. احنا ولا هندهن ولا لبن للوش ولا بيض ولا اي حاجة، هو كده على طول هناخد السكر ونضيفه كده على الوش. وهنبدأ نسوي البسكوت وهنشوف اللون بتاعه بعد ما يستوي ويطلع من الفرن. هنشوف الشكل بتاعه، الشكل النهائي هيكون حلو. هيكون حلو. انا يعني بعمله بصراحة بيكون حلو واحنا بنحبه يعني. بس طبعا في ناس ما بتحبش طعم القرفة يعني، بس جربوه والله يعني انا برضو من الناس اللي ما كنتش بحب طعم القرفة خالص. بس لما حطيتها كده في حشوات مثلا في بسكوت في جرس والكلام ده، فلقيت طعمها حلو.
لان انت بتبقى حاطه عليها سكر فبيطعمها شويه. هنا بحط السكر كده، باخد كده شويه من السكر بايدي وبفردهم كده على البسكوت. هنا البسكوت انا قطعت شويه مثلثات وشويه عملتهم صوابع وشويه عملتهم يعني مربعات، يعني عملت تشكيله منهم. هندخل كده هنا كده، كنت بوريكم بعد طبعا ما ظبطت الصينيه بتاعتي هبدا ان انا ادخلها كده على الفرن. طبعا الفرن كان سخن ونسيبها كده تستوي. طبعا الفرن بيكون سخن، وكمان يعني مش بنخلي النار بتاعتنا لما نبدأ ان احنا نسوي، مش هنخلي النار بتاعتنا عالية عشان ما يتحركش مننا وياخد لون ويكون لسه ما استويش. انا هديت النار ودخلت البسكوت بتاعه وسبته كده لحد ما استوى. خد السوا بتاعه كامل من غير حتى ما اولع له الشوايه ان هو ياخد لون، اخد اللون من النار بتاعه الفرن نفسها. هنا طبعا ديت كانت تاني قطعة من العجينة، فردتها وحشيتها بنفس الطريقة اللي انا عملتها معاكم، بس هنا حبيت ان انا اوريكم مقطع برضو انه وانا بقطعها. بس عملت كده الكمية كلها، الكيلو الا ربع عملولي، طلعولي الكمية اللي انتوا شايفينها دي. متخيلين يعني ما شاء الله اللهم بارك، كيلو الا ربع من الدقيق وبيضة ونص كوباية سمنة عملولي شوية بسكوت حلوين كده وطعمهم حلو. مع كوباية شاي كده او كوباية شاي بلبن. بصراحة والله العظيم الحاجات دي بتنفع وبتكون حلوة وفيها توفير عن من ان احنا نشتريها من بره. يعني الكيلو الا ربع عملولي الكمية المحترمة اللي انتوا شايفينها دي. شايفين التسوية واللون ما شاء الله اللهم بارك. هنا كنت بوريكم كده شكل البسكوت بتاعي واخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وشوفوا مورك كيف كل التوريجة اللي فيه ديت من الفرد اللي احنا كنا بنفرده والحشوات اللي احنا الحشوة اللي احنا كنا بنحطها. ما شاء الله طبعا دخل الفرن كمان نفش عشان فيه خميرة وبوكنج باودر. فما شاء الله اللهم بارك، طريقته حلوة وبسيطة خالص. جربوه ومش هتندموا خالص والله. يعني جربي بس في كيلو الا ربع برضو زي ما انا ما عملت بنص المقدار بتاع اللي انا عملته ده كده، مش هياخد معاك اي وقت. فرحي بكده حبايبك والاولاد يعني كده، ومع كوبايه شاي هتظبط الدنيا. بس فهنا طبعا كنت مركزه كده ان انا بوريكم ان انا بقول لكم شوف انا عملت هنا شويه من الصوابع وشويه كده مربعين وشويه كده مثلثات. قعدت اخترعت يعني فيهم، مش اختراع يعني، قعدت كده شكلت فيهم، قلت ما يبقاش كلهم شكل واحد. وادي كده دوت الشكل اللي هو المثلث، وده كمان الشكل المربع يعني. عملت كده والله العظيم انا مدهنتش ولا بيض ولا لبن ولا اي حاجه للوش. هو الوش دوت او اللون ده اخده من السكر اللي احنا حاطينه على الوش مع الغرفه، وفي نفس الوقت السوا يعني السوا بتاعه مظبوط، يعني مظبوط بالظبط، يعني من هو ايه ما حبيتش ان انا اولع الشوايه خالص عشان ما يتحركش منه وياخد لون. والسكر لو ولعت الشوايه السكر بتاعي هيتحرك وهيطلع ريحه مش حلوه، وهيضيع لي طعم البسكوت وهيضيع لي التعب اللي انا تعبته. بس اتمنى لو الفيديو بتاعي عجبكم كده حطولي كده لايك، كومنت حلوه منكم كده تشجعوني بيه. آه، بس كده هسيبكم كده بقى ايه مع المقطع الاخير دوت كده ايه، تتفرجوا كده على البسكوت بتاعي وتستمتعوا بيه بشكله كده ولونه وجماله. بسم الله ما شاء الله يعني.